قال لنا استشهدوا، انتوا طالعين طالعين في طريق 90% موت و10% انتوا هتعيشوا، انتوا نصيبكم. انت جيت ازاي فرنسا؟ جاي من تركيا، جاي كلها بلاد ترحيلات كده، بلاد نحب نتحبس في بلاد. جاي من مصر طالع على دبي، عملت ترانزيت من دبي على تركيا. جيت من تركيا بقى قعدت في سكن هناك 13 يوم، والمهرب كلمني فاهم واخدني السكن بتاعه. فضلت في السكن بتاعه 4 ايام لغايه اما جيت رحله وطلعنا في الرحله. بعدها ركبنا العربيه كاميونه كده، كنا راكبين في كاميونه ما تاخدش 5 يجي 50 واحد، محدش كنا نازلين محدش حاسس بنفسه. قعدنا كده في قلب بتاع عامله زي جنينه كده لغايه اما الرباريه جيت والمهربين جم قسمونا الفرق ان كل واحد هيمشي في الحته دي والحته دي والحته دي. تمام. قبل ما نطلع اصلا ونمشي الراجل قال لنا استشهدوا. انت فاهم؟ لا اله الا الله. والله ليه بقى؟ قال لنا استشهدوا، انتوا طالعين طالعين في طريق 90% موت و10% انتوا هتعيشوا، انتوا نصيبكم. وفعلا الناس ماتت معانا. احساسك كان ايه لما قال لك الكلمه دي؟ انا كنت عايز ارجع، كنت خايف عايز ارجع. كان فيها رجوع ولا قال لك لا صعب؟ لا ترجع، لا غلط. قلت له سالته، قلت له عايز ارجع، قال لي فلوسك هتروح. وانا جيت مع نفسي بقى لما طلعنا شويه، مشينا بتاع كيلو 2 كيلو، لقيت ناس وقعت فعلا، واللي بيقع من على الغابه يموت. محدش بيسال عليه؟ محدش. الريبر يقول لك اللي عايزه ينزل له، والريبر كانش عنده رحمه، ماسك مسدس وسيف وقرف. اللي بيتكلم معاه اصلا كان ممكن يضربه بالرجل ينزله البتاع تحت الغابه يموته. البوليس كان يجي ويجري ورانا في الغابات ومش عارف ايه وشغل قرف. مشينا من تركيا لبلغاريا 8 ايام. كان الراجل 8 ايام مشي؟ 8 ايام ماشي. ده بجد؟ 8 ايام ما بتنامش فيهم الا بتاع 3 ساعات اللي هم بتوع الفجريه بس. طب بالنسبه للاكل والشرب، انتوا بتاكلوا وتشربوا ايه ولا هي ايه؟ دي بقى الحته اقول لك عليها. الراجل كان قايل لنا انتوا هتقعدوا توصلوا بلغاريا في 6 ايام. تمام. الوقت طال بينا والحكومه فضلت تجري ورانا في الغابات، فاحنا ما وصلناش في 6 ايام اللي هو قايل علينا، طولنا من 8 ل 9 ايام. فنتصل بالمهرب واحد عندنا في البلد بدون ذكر اسماء، بنقول له عايزين اكل وشرب. الاكل اللي معانا خلص. قال لنا عندكم حاجات في قلب الغابه كلها قرف مش عارف ايه، ورق الشجر بيبقى جميل مش عارف يعني إيه. كل من تحت رجليك، هو ده اللي عشان تعرف تعيش يعني. فالمهم نقول له طب احنا نوصل امتى؟ قال لنا معاكم لسه 3 4 ايام، معناش اكل ومعناش شرب. قلت له طب هنعيش هنا ازاي؟ معناش اكل معناش شرب، والجو ساقع والجو بيشتي والجو تلج، كنا بنموت. والله ستر ربنا اللي احنا عديناه اصلا. انت دفعت كام لحد ما جيت هنا؟ جيت هنا ب 9 ونص، 9000 يورو 500. 9000 يورو، يعني انت بتتكلم في نص مليون جنيه. نص مليون جنيه. طيب دلوقتي لو حد بيقول لك خد نص مليون جنيه وسفرنا، تقول له ايه؟ هرجع مصر وتعالى مكاني. والله هات لي نص مليون انا ارجع مصر حالا اهو، حالا اهو والله. انت في باريس؟ باريس على نفسها مش علينا، مصر احسن، مصر اولى بينا. يعني الاهرامات ولا برج ايفل؟ لا الاهرامات طبعا. اعيش وسط ابويا وامي واهلي واصحابي. قول لهم انا اسف. انا اسف. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ مش سكتنا والله. مصر احسن، واسمعوا مني، اسمعوا من مجرب. مصر احسن من هنا بكتير. ما تخليش ما تبصش لليورو انه فرق العمله. والله هتيجي هنا تتهان لليورو.